أما بالنسبة حقيقة للأغاني فهي أيضا مشكلة. أنا بسألكم سؤال يا جماعة، عمركم سمعتوا مغني يغني في الحث على صلاة الفجر في المسجد؟ أغنية كذا وقاعد يدق العود يقول صلوا الفجر في المسجد، ترى يقيم الساعة 4:30 و5، جزاكم الله خير، لا تفوتكم الصلاة. عمركم شفتوا مغني يغني كذا؟ عمركم سمعتوا مغني يغني في الحث على مثلا أداء الزكاة ولا على الحج؟ يقول ترى دخلت الحجة عجلوا فيزوا عشان تروحون تحجون. عمرك سمعت مغني يغني؟ بالله أغانيهم بإيش يا جماعة؟ الحب والعشق والهيام. حتى أسماء أشرطة الأغاني، شوف أسماء الأشرطة نفسها فيها مشكلة. يا معذبني، مشكلني حبك، أموت عليك، من أسماء الأشرطة. يقول عبد الله بن عباس أو بن مسعود، يقول الغناء رقية الزنا، أي هو طريقه هو وسيلته. كيف؟ إيش معنى هالكلام؟ الآن لو أقول لكم يا جماعة، عند اللفة اللي عند الإشارة اللي هنا كان فيه سيارة جيب لاند كروزر قد 90 عنابي، كان بدير ياخذ التير من عند الإشارة، وجاء لاند كروزر أسود واصطدم، وانقلب اللاند كروزر الأسود 3 قلبات. طيب بعدين طاح على ظهره كذا، على راسه يعني، وبعدين طاح من الشاب لابس بنطلون جنس بني، فنيلة صفراء فيها خطوط زرق. طيب الآن وأنا قاعد أصف هالوصف، ما الذي جاء في خيالكم؟ صورة المنظر، صح؟ صح ولا أنا غلطان؟ صورة المنظر من غير ما أقول لكم تخيلوا، يعني بمجرد كلامي مباشرة ذهنك صور المنظر أمامك. فهمتوا قصدي؟ إذا لما يأتي مغني ويغني ويقول مثلا وضميتها وحبيتها وشعرها، يتسابق إلى ذهنك مباشرة صورته ويفعل ذلك، مع أنهم جزاهم الله خير الفترة الأخيرة يعني ريحونا من أن احنا نقعد نتخيل، وجابوا لك إياه مخيل وخلاص فيديو كليب، جابوا لك إياه لما يقولوا حبيتها يقولوا يحبها، وبعدين لحقتها يركضون ورا بعض، وطاحت يبغونه يطاحها، وجلتها يبغونه يشيلها، لأن اكتشفوا في ناس أغبياء ما يقدر يتخيل، قالوا ما يقدر يتخيل. احنا نتخيل لك، هد أعصابك بس، وارسل SMS وتكتبنا كل مرة المبلغ الفلاني، واحنا أهم شيء نطلع من وراك فلوس بس. يبقى يا إخوان أن نعقد في الحقيقة مثل هذا، وأن الإنسان يطهر، يعني مثل ما قال ابن القيم طهر سماعك إن أردت سماع ذياك الغنى، يقصد غناء الجنة، يقول طهر سماعك إن أردت سماع ذياك الغنى عن هذه الألحان، والله إن سماعهم في القلب والإيمان مثل السم في الأبدان، والله من فك الذي هو دأبه أبدا من الإشراك بالرحمن، فالقلب بيت الرب جل جلاله حبا وإخلاصا مع الإيمان، فإذا تعلق بالغناء أصاره عبدا لكل فلانة وفلان، حب الغناء حب الكتاب وحب ألحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعان، حب الكتاب وحب ألحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعان. ينبغي حقيقة أن ترتفع الأمة عن اللزوم بالأغاني.